جت علينا فترة كان في واحدة ترند، وبقت ترند بسبب الموقف الأكشن اللي هي عملته. ايوه إن هي واحدة عادية جدا راحت لها وقالت لها أنا النهاردة مش فرحي ده، هروح أحضر مناسبة. وبعد ما عملت لها المكياج كله غسلت لها وشها تحت الحنفية. عشان الموضوع بقى اوفر. ايه المشكلة من اتجاهكم؟ الموضوع بقى مستفز، وبقت بنات كتيرة جدا تعمل كده. يعني هي مثلا تبقى خطوبتها او كاتبه كتابها او كده، فتيجي تقول لك انا عايزه ميك اب سواريه. والاول بتسال هو الميك اب السواريه بكام، طب الخطوبه بكام، كاتبه الكتاب، بتسال على كل الاسعار. حلو جدا، خلينا نقف عند الحتة دي عشان احنا برضو هنوجه يعني فكركم. هل الميك اب بتاع السواريه بيبقى ليه نوع معين، والميك اب بتاع الافراح نوع معين؟ اكيد طبعا، ما هو احنا مش هنحط فرق سعر كده من دماغنا. هو فرق سعر ده ماتيريال وتكنيك وحاجات كتيره جدا. طب ما هي عملت لها سواريه، ليه زعلت بقى لما عرفت ان هي فرح؟ عشان المفروض يعني المفروض يبقى في امانه بيني وبينك، يعني بيني وبين الكلاينت كده، يبقى في امانه ويبقى في ثقه ويبقى في كده. زي ما انا بديكي يعني حقك في الشغل، انت كمان اديني حقي في اجري.